شباب تاني اعدادي ازيكم؟ بصوا يا شباب، تعالوا ندردش شويه على اول جزئيه هناخدها في المنهج ان شاء الله السنه دي، وتعالوا نتعرف عليها ونعرف هي بتكلمني عن ايه وايه التوبيك اصلا. بصوا يا شباب، اولا احنا هنتكلم في جزء مهم جدا في الكيمستري، جزء فيري امبورتنت. تمام، هنتكلم فيه على حاجه اسمها ذا elements. يعني ايه elements بالعربي؟ يعني العناصر. مش فاهمك برضو يا مستر، يعني زي ايه؟ ده شكل هنوصل له الترم ده ان شاء الله، وهنعرف هو ايه الشكل ده. الشكل ده دايما بنلاقيه في الكيمستري لاب. ايه المنظر ده يا مستر؟ ايه كم الحاجات دي؟ مكتوب ايه؟ مكتوب periodic table of the elements. ايه ده يا مستر؟ يعني دي كلها elements ودي كلها علينا ودي كلها لازم نفهمها؟ كلها لازم تفهمها، بس هتيجي تبص الموضوع بسيط خالص وسهل خالص. طيب تعالوا ندردش فيه واحده واحده. بصوا يا شباب، عندنا اليونت بيتكلمني عن حاجه اسمها اتيمبتس اوف element classification. يعني ايه elements؟ الاليمنتس دي هي حاجات موجوده حوالينا طول الوقت، حاجات اوريدي ربنا خالقها، وفي حاجات احنا قدرنا نعملها artificially by humans. الناس قدرت توصل لاليمنتس تانية. طب يا مستر عايزين نعرف elements زي ايه؟ زي ما انا كاتب لك كده، زي الايرن، زي الكوبالت، زي الكربون، زي الالومنيوم، زي المغنيسيوم، زي البوتاسيوم. كلها حاجات هتلاقيك سمعت عنها قبل كده كتير. ايه ده يا مستر؟ ايه الحاجات اللي انا سمعت عنها دي كلها؟ هي دي الاليمنتس بالظبط كده. طب هو ايه الاختلاف ما بينهم؟ يعني لو انا بتكلم على اليمنتس، طب ما كده يا مستر انت بتقول اليمنتس يعني كلهم زي بعض. طيب عشان نفصص ونفسر الحته دي، كل الاليمنتس دي بتتكلم او بتتكون من اتومز. زي ما انت عارف او زي ما اخدنا قبل كده ان الاتومز مختلفه. طب تعالى نعرف كومبوننتس الاتومز. هنيجي نبص نلاقي ان الاتومز بتتكون من ايه؟ بتتكون من نيوكليوس. النيوكليوس دي بيكون جواها حاجتين، بيكون جواها بروتونز وبيكون جواها نيوترونز، ومن بره حواليهم كده بيكون عندنا الالكترونز. ايه ده يا مستر؟ يعني كلهم بيتكونوا من الكومبوننت دي؟ كلهم بيتكونوا من الكومبوننت دي، اي اليمنت. طب الاختلاف في ايه؟ في الارقام بتاعت كل حاجه فيهم. يعني انا عندي الارقام بتاعت الايرن غير الكوبالت غير الكربون غير الالومنيوم غير المغنيسيوم غير البوتاسيوم، كلهم اليمنتس مظبوط، بس طبعا عدد البروتونز غير النيوترونز غير الالكترونز كلها هتلاقيها مختلفه. عشان كده احنا حبينا نجمع كل الاليمنتس دي في تيبل واحد، بدل ما انا اقعد اتكلم على كل element لوحده واقعد اجيب الارقام والتفسيرات بتاعته لوحده. لا، احنا كده مش هنخلص. احنا كده كل شويه بنكتشف element جديد، كل شويه بنعرف element جديد. يعني كل الاليمنتس دي احنا ما عرفناهاش في نفس الوقت، عرفناها كل شويه بنكتشف حاجات جديده. طيب احنا عايزين حاجه تجمع لي ما بين كل الاليمنتس دي وبعضها عشان اقدر استفيد بيها، عشان اقدر استخدمها في حياتي الطبيعيه. طيب مين بقى اللي عمل قصه التيبل دي؟ واولا عدد الاليمنتس اللي احنا وصلنا لهم قد ايه، او مؤخرا في الاخر خالص قدرنا نوصل لكام اليمنت؟ قدرنا نوصل ان ربنا ادانا 118 elements. ايه ده يا مستر؟ يعني انا التيبل اللي انت لسه موريهوني ده بيتكون من العدد ده كله؟ بالظبط كده. لما نرجع للتيبل، التيبل ده بيتكون من 118 element. طب هل هم يا مستر مترتبين بشكل معين ولا مترتبين عشوائي؟ مترتبين بشكل معين ومرتب ومنظم جدا. طيب هل من زمان وهي مترتبة بالشكل ده؟ لا، ده اخر شكل احنا قدرنا نوصل له، اسمه ده مودرن periodic table. ده اخر حاجة احنا شغالين بيها. حتى لما تيجي تدخل اللاب هتلاقي فيه عندك تابلو مرسوم عليه البيريودك تيبل، هتلاقيه موجود في اي مدرسه. فبالتالي ده اخر حاجه وصلنا لها. طب اول واحد اخترع القصه دي وقرر ان هو هيجمع كل الاليمنتس دي او كل الاليمنتس اللي قدر يوصل لها في وقتها كان اسمه مندليف بيريودك تيبل. ده اول واحد قرر ان هو هيجمع ما بين الاليمنتس اللي قدر يوصل لها او اللي كان متعارف عليها في الوقت بتاعه ده ويجمعها في تيبل واحد. طيب ساعتها يا مستر، ساعة الوقت اللي كان عايش فيه مندليف، كنا قدرنا نوصل لكام اليمنت كانوا موجودين ساعتها؟ كان ساعتها موجود 67 element only. يبقى خليك عارف عشان الارقام دي مهمه جدا. لو سالك مندليف او الوقت اللي كان فيه مندليف او التيبل اللي كان عامله مندليف كان بيحتوي على كام element، كان بيحتوي على 67 element. لو سالك
اصلا احنا دلوقتي قدرنا نوصل لكام اليمنت، او المودرن بيريودك تيبل دلوقتي بيتكون من كام اليمنت توتال؟ يعني 118 اليمنت. يبقى دول معلومتين مهمين جدا لازم نعرفهم. طيب نخش على جزئيه بسيطه اخيره. دلوقتي انا عندي يا مستر اليمنتس كتيره زي اللي انت كنت بتتكلم عليهم فوق دول. طب هل كلهم زي بعض؟ لا. طب رتبناهم ازاي؟ رتبهم عن طريق حاجتين. ركز معايا قوي قوي قوي. رتبهم عن طريق حاجتين. مندليف قرر ان ال 67 elements دول هنكررهم او هنرتبهم من خلال حاجتين. اولا هنرتبهم من حاجه اسمها الاتوميك ويت. تاني حاجه هنرتبهم من حيث حاجه مهمه قوي وهي its important properties. صفة مميزة. زي ايه يا مستر؟ زي انت عندك الايرن والكوبالت، هتلاقيهم شبه بعض وشكل بعض، والاتنين لونهم اسود، والاتنين فيهم نفس الصفات وشبه بعض قوي. فبالتالي لو انا هتكلم يبقى الاتنين عندهم نفس الشكل، نفس الميزة، نفس اللون، نفس كل حاجة، بس في الاخر هو كل واحد فيهم element مختلف. فبالتالي مندليف رتب الاليمنتس عن طريق حاجتين، او خد في الاعتبار حاجتين. اولا الاتوميك ويت، تاني حاجه الامبورتنت بروبرتيز ايا كان بقى، زي البويلينج بوينت، زي الدانستي، زي الميلتنج بوينت، زي الشيب، زي الكولر، زي الباودر، زي الليكويد. يا ترى هي فيها ايه مميز وجمعهم مع بعض. طب رتبهم ازاي؟ خلى الاتوميك ويت بيزيد بالشكل ده كل لما بتحرك from left to right، بلاقي ان الاتوميك ويت بتاعي بيزيد. بمعنى زي مثلا انا بتكلم على البوتاسيوم، انا هقول اي ارقام. البوتاسيوم مثلا الاتوميك ويت بتاعه 9، جيت بعدها اكتشفت حاجه تانية زي الكربون، الاتوميك ويت بتاعه مثلا سي 15، بعد كده اكتشفت element تاني كان 20، بعد كده اكتشفت واحد تاني 25. فبالتالي هو قاعد يرتب الاليمنتس according to their atomic weight من الشمال لليمين in a descending order. صح؟ لا، in a ascending order. ascending يا شباب يعني من الصغير للكبير. طيب يبقى هو جمع كل اللي ليهم atomic weight من الصغير للكبير وماشي from left to right. طيب وايه كمان؟ خلى اللي ليهم the same properties حطهم بالطول، properties حطهم ورا بعض بالطول في vertical line. خليهم كده، اللي بالطول بيجمع لي ما بين البروبرتيز، اللي بالعرض بيجمع لي ما بين الاتوميك ويت in an ascending order. in an ascending order. طيب سمى اللي بالعرض ده اخرها ايه يا مستر؟ ده عرض، يبقى هيسميها period. اللي اخرها دي يبقى اللي بالعرض ده اللي ماشي بشكل هوريزونتال ده سماه period، اللي ماشي بالطول سماه جروب. وهناخد تفاصيل اكتر ان شاء الله مع بعض السيشن اللي جاي. شكرا.